ازيكم؟ النهارده بقى انا جايب لكم خبر حلو بالنسبه للمصريين الخاص بفيزا السياحه. الناس اللي بتسالني ساعدنا ان احنا ناخد فيزا سياحه. طبعا عشان تاخد فيزا السياحه انا عملت فيديوهات كتير قوي ازاي تاخد فيزا سياحه، ولكن هي بيبقى ليها شروط وليها متطلبات. بعض الناس ما عندهاش الشروط دي والمتطلبات ديت، ان انت ممكن لازم تكون شغال في شركه وبتجيب جواب من الاتش ار ليتر ان انت راجل شغال وبينزل لك راتب في البنك، والكلام ده كله احنا اتكلمناه قبل كده من 3-4 سنين على قناه طه السواح وعلى قناه ابو مهند المصري، ان كان على الفيس ولا على اليوتيوب ولا حتى على التيك توك. النهارده الكلام لاخواتنا المصريين في اتفاقيه حصلت مع شركه ذا اميجريشن اللي هي في السراج مول، تابعه لرئيس مجلس الاداره اللي هو المهندس اسامه. قرر واتفق معايا ان احنا نشتغل في فيزا السياحه للمصريين. اللي هيتم كالاتي: اول حاجه ان في ناس كتير عاوزه تسافر. طيب انت عاوز تسافر وعندك ورق ناقص، الراجل ده دلوقتي عنده استعداد ان هو يمشي معاك ستيب باي ستيب، يعني يقعد معاك شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، لحد ما يظبط لك الملف بتاعك، لحد ما يتاكد بنسبه 95% او 99% ان الملف بتاعك بقى تمام. لان في الاول وفي الاخر برضو القرار بيكون للسفير. يعني حتى لو انت بتقدم مع نفسك وبتعمل تامين وبتدفع تامين وبتعمل كل حاجه، لازم تفهم ان انت ممكن تاخد رفض. ولكن احنا مثلا كشركه تخصص هجره بنشوف لك ايه الحاجات اللي السفير بيبص فيها. بنعمل لك خطه سفر، بنعمل لك لو انت طالب بنقول لك مطلوب منك ايه، لو انت ما عندكش سجل تجاري او بطاقه ضريبيه ممكن كمان هو بيساعدك ان هو يطلع لك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. بيقدر ان هو كمان يساعدك في كشف الحساب البنكي، ازاي نحرك الحساب دوت، وهو يقدر يساعدك في ده، وكل الكلام ده بمقابل مش ببلاش عشان تبقى فاهم. المهم ان في الاخر يقول لك دلوقتي خلاص انا حجزت لك الموعد والملف بتاعك تمام، اتوكل على الله وروح عشان تقدم على فيزا السياحه. طبعا دي بالنسبه للمصريين بس، ولكن خلينا نقول بقى معلومات عامه تاني ازاي تقدم انت اصلا على فيزا السياحه. اول حاجه لازم قلنا ان انت راجل شغال في شركه او ان انت عندك بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، ويكون بينزل لك راتب في البنك، ويكون عندك مبلغ كويس في البنك. برضو ان انت لما تكون راجل متزوج بيثبت ان انت هترجع تاني، لو عندك اولاد بيثبت برضو ان انت هترجع تاني. في اوراق دعم مثلا برضو الناس اللي عنده عقار، اللي عنده بيزنس، اللي عنده وديعه في البنك، اللي عنده سياره، الاوراق دي بتكون دعمه. لكن احنا بنتكلم على الاوراق الاساسيه اللي هي ان انت يكون عندك كشف حساب بنكي كويس، شغال في شركه كويسه، وفي ان انت بينزل لك راتب والراتب بتاعك يكون عالي، وهو هيقدر يساعدك في كل الكلام ده. وزي ما قلنا الكلام ده كله مش ببلاش. في ناس تقول لي طب احنا ممكن ناخد في حاله مثلا ان انا قدمت ومشيت في الاجراءات ممكن اخد رفض. وارد ان انت ممكن تاخد رفض. طيب انت لما تروح تقدم مع نفسك انت بتدفع 80 يورو تمام للسفاره، تدفع تامين، تدفع ثمن الموعد. هل لما بتاخد رفض، عشان بس الكلام يكون واضح يا جماعه، انت فلوسك بترجع لك؟ لا، ما بترجعلكش. طيب لما حد برضو بيشتغل لك على الملف وبيتعب معاك، هل هو ظبط لك كشف الحساب البنك؟ هل هو ساعدك في ان هو يعمل لك عقد عنده ويمشي معاك ويوظفك ويدفع لك الضرايب ويعمل لك كل الكلام ده كله عشان يجيب لك ورق اصلي وكله قانوني، او بيعرض عليك ان انت تفتح مثلا سجل تجاري او بطاقه ضريبيه؟ كل الكلام ده هو بيعمله لك وعنده استعداد يمشي معاك. لو انت حتى بص يعني ما عندكش حساب بنكي هيقول لك روح افتح حساب بنكي باسمك واديني رقم الحساب، وهو هيظبط لك كشف الحساب بتاعك وهيعمل لك ايداعات وبتاع ومش عارف ايه، وطبعا هياخد منك الضمانات وده حقه. فاللي انا عاوز اقوله لك ان لما تيجي تقول لي في حاله الرفض، لا، لو الرفض هو يقدر يقدم لك طعن، وبناء على الطعن ده بتقدر ان انت كمان تاخد التاشيره. والكلام ده حصل فعلا، وفي ناس خدت رفض وبعد كده اتقدم ليها طعن، وبعد ما تقدم ليها طعن ربنا كرمها وخدت الفيزا. انا واحد من الناس لما كنت بقدم على فيزا السياحه كتير خدت رفض، وخدت رفض وانا كان معايا فيزا السياحه لايطاليا، ورحت بعد كده خدتها. واللي يقول لك انت خدت رفض لازم تقعد 3 شهور، لا، انت ممكن تقدم لو خدت رفض النهارده ممكن تروح تقدم في سفاره ثانيه. انت النهارده عندك 29 دوله تابعه للاتحاد الاوروبي في منطقه الشنغن تقدر تقدم على فيزا السياحه. حتى لو خدت رفض من هنا تقدر ان انت تاخد موعد ثاني في سفاره ثانيه. طب ليه انا ممكن اخد رفض حتى وانا الورق بتاعي كويس؟ لان كل سفاره ليها عدد معين وليها كوتا معينه، واحنا كمان الضغط بيكون تقريبا شهر 6 و7 و8 و9 اللي هو يعتبر السيزون، فبتلاقي فيه ضغط كبير في السفر. ممكن ما بيرفضكش عشان خاطر هو عايز يرفضك، لا، هو كل سفاره ليها عدد معين. ده اللي الناس مش فاهماه. اللي انا عاوز اقوله لك، لو انت مهتم تقدر تتواصل مع شركه لينس ماجيك، هتلاقي كل البيانات على الفيسبوك، تقدر تتواصل معاهم على الماسنجر، هيوصلوك بالمهندس اسامه وبشركه ذا اميجريشن، وهيمشي لك في الاجراءات. وفي نفس الوقت لو انت عاوز تقدم برضه على فيزا السياحه مع نفسك، اذا كان عندك كشف حساب قوي، اذا كان عندك وظيفه كويسه، اذا كان عندك راتب بينزل لك باستمرار لمده لا تقل عن 3 شهور، والافضل ان هو يكون 6 شهور، ونجيب كشف حساب بيثبت الكلام دوت. اذا كنت متزوج ده برضه بيفيدك. اذا كنت انت
عندك اولاد ده برضو بيفيدك. بعد كده في بقى حاجات اهم من الكلام ده كله بقى، اللي هي ايه اللي هو يعتبر المهندس اسامه بيعمله، او شركه مثلا زي اميجريشن اللي بيعملوا لك، ان هو بيعمل لك خطه سفر. يعني بيقول للسفير انت رايح فين ورايح تعمل ايه، هتزور ايه اول يوم، وهتزور ايه تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم خامس يوم، لو انت هيقدم لك مثلا على اسبوع او على 10 ايام. بيعيش السفير فعلا ان انت رايح تعمل سياحه. يعني الموضوع مش موضوع ان انا رايح اعمل سياحه وعايز الفيزا وخلاص، لا، انا لازم اعرف السفير. فبيكتب لك خطاب، بيعمل لك CV بالانجلش، وبيحجز لك موعد. فانت برضو لو عايز تعمل الحاجات دي اعملها مع نفسك، مفيش مشكله طالما انت قادر ان انت تعملها، وناس كتير بتعملها مع نفسها واحنا اتكلمنا الكلام ده. لكن انا بكلم مين؟ بكلم الناس اللي عايزه فيزا السياحه ومش عارفه تعمل الكلام ده، ومش عارفه ترتب الملف بتاعها، ومش لاقيه حد يساعدها في كشف الحساب البنكي، او في الHR ليتر، او في عقد، او في سجل تجاري، او في بطاقه ضريبيه، او في اي حاجه من الحاجات دي. هو بيقدر يساعدك باذن الله، وبيعمل لك الكلام ده كله بشكل قانوني وبشكل رسمي. المهم ان انا عايز اقول لك ان هو بيفضل معاك. اذا كانت انت متوفر فيك الحاجات دي وتقدر تعملها لنفسك، تقدر تحجز موعد في FS جلوبال، وبتجيب تامين اوروبي، وبتعمل حجز مبدئي من على بوكينج لتذاكر السفر، او حتى لحجز الفندق. اهم حاجه في الموضوع ده كله ان تذاكر السفر تكون مطابقه للفندق. يعني لازم ترتب الورق بتاعك بشكل سليم عشان خاطر ما تاخدش رفض. تاني حاجه تعمل خطه انت رايح فين وهتزور ايه. HR ليتر لازم يكون مكتوب فيه ان انا واخد اجازه من الشركه، وان انا ما زلت على راس عملي، عشان خاطر يعرفوا ان انا راجع تاني. وزي ما قلنا مهم جدا ان انت لما تكون متجوز برضه فرصتك بتكون احسن، لان انت قدام السفير انت متهم ان انت رايح ومش راجع تاني. فاحنا دلوقتي عايزين نثبت للسفير او لاي فاره انت بتقدم من خلالها ان انت هتروح تعمل سياحه وترجع تاني، مش ان انت عايز تروح وتخلع. وساعتها ان شاء الله حتى لو خدت يعني التاشيره، احنا بقى ان شاء الله برضو مكملين معاك ان شاء الله ازاي نحول لك فيزة السياحه ديت لاقامه. بتمنى التوفيق للجميع، وما تنسوش بقى تدعمونا وتدعوا لنا. ربنا يا رب ينول كل واحد كل حاجه هو بيتمناها. اسعى واشتغل على نفسك، وان شاء الله كل ما بتتعب وكل ما بتشتغل على نفسك وكل ما بتعمل محاوله واثنين وثلاثه هتوصل. جينا هنا البلد دي وتعبنا واتمرمطنا، وجيت البلد دي وانا عندي 40 سنه. مش بقول لك بقى انت لسه عندك 20 سنه ولا 25 سنه. هتقول لي طب لو انا حتى لسه طالب اقدر اخد؟ تقدر تاخد، مفيش مشكله. بتجيب ما يثبت ان انت عندك قيد في الجامعه، ووالدك ووالدتك بيضمنوك بكشف الحساب بتاعهم، وهو برضه يقدر يظبط لك كل الكلام ده.